مساء الفل والياسمين اجمل متابعين. النهارده هعمل معاكم كفته وهتطلع معانا جامده قوي بالشكل ده. بصوا قمر ازاي. شجعوني باحلى لايك ويلا نسميه بسم الله. معايا بصلتين وسط بقطعهم بالشكل ده، بكون بقى مقشراهم وغسلاهم. هقطعها 4 بالشكل ده. طبعا لو ما عنديش كبه ببشرهم بالمبشره، بشر ناعم. طبعا معايا الفيديو الاخر عشان هسيب لكم وصفات بربع كيلو لحمه موفره. هشغل عليهم بقى، هفرمهم فرم ناعم. هنزل كده كل اللي في الجناب كده عشان يبقى كله مفروم كويس. هضيف عليهم 2 بطاطس مسلوقة وسط. طبعا البطاطس بتعلي القيمة الغذائية، بتدي طعم حلو قوي للكفتة، في نفس الوقت ما بتغيرش من طعم اللحمة، طعمها بيبقى تحفة. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. هفرمهم بقى مع بعض كويس قوي. هضيف عليهم فلفل حراق، قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر. ربطة كبيرة من بقدونس، واخلطهم بقى مع بعض. معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة، معلقة بهارات كفتة، وقلب بقى مع بعض كله. ربع كيلو من اللحمة، معلقتين كبار من البقسماط. ممكن تضيفي بيضة معاهم، لو حابة تضيفي بيضة ممكن تضيفي بيضة معاهم. طبعا لو لقيتي القوام بتاعها خفيف ممكن تزودي لها معلقة بقسماط. بدهن ايدي زيت لان هي بتلزق بسيط، وبكورها بالشكل ده. لو حابة تعمليها كور بتعمليها كور، حابة تعمليها صوابع زي ما تحبي، حابة تصغري الحجم. وبدحرجها كده في الدقيق عشان لما اجي اقليها ما تلزقش مني في الطاسة. بعمل كل الكمية بالشكل ده. ادهن ايدي زيت او مية عشان ما تلزقش في ايدي، واكورها بالشكل ده، واحطها في الفريزر تتجمد ساعتين. وبطلعها على زيت سخن. معايا طاسه على النار فيها 3 معالق زيت كبار. اول ما يبتدي الزيت يسخن بهدي النار وبرص الكفته، مش باجي جنبها خالص لحد ما تاخد لون من تحت. واول ما بتاخد لون معايا من تحت بقلبها كده على الناحيه التانية، بقلب فيها بقى لحد ما تستوي معايا. ريحتها جامده قوي. في نفس الزيت بحط بصله متقطعه شرائح، بصله كبيره. بحط عليها رشه فلفل اسود ورشه ملح. مش هحط على البصل غير الملح وفلفل بس، مش هحط توابل لاني حاطه في الكفته كل حاجه. واديها تشويحه حلوه بقى. اول ما تدبل معايا كده ولونها يبتدي يغير، بحط لها معلقه صغيره من الثوم، واقلب بقى كده. بحط فلفل الوان، بقدونس وكزبره، وبحط 4 طماطم وسط
ببشرهم بالمبشرة. انا عايزة القوام بتاعها يبقى تقيل، مش عايزاه تبقى صلصة مية، لا، عايزاه يبقى قوامها تقيل، بيبقى طعمها حلو قوي. ممكن الكفتة دي تتاكل بالعيش، ممكن تتاكل مع رز ابيض، طعمها بيبقى جميل قوي. اول ما تتسبك الصلصة برص الكفتة بالشكل ده، وبغطي عليها واسيبها 10 دقايق كده، وببقى موطية عليها النار. انا عايزاكم تجربوها. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وابعتوا دعوة لاصحابكم وحبايبكم عشان تنوروني في القناة. انا هقدم معاها رز ابيض. بصوا الشكل بقى عامل ازاي، ولا طعمها بيبقى جامد قوي. ممكن تاكليها بالعيش، ممكن رز بالشعرية، ممكن رز ابيض. لو عندك عزومة ممكن تعمليها، طعمها بيبقى حلو قوي. جامدة قوي. باي باي.